اهلا بحضراتكم مرة تانية. وطبعا في موسم الحج طبعا يعني اكيد شفنا كل حاج هو بيرجع وعنده قابلية مختلفة للحياة، ومبسوط جدا ان هو عمل يعني مناسك الحج، وتفكيره الدائم اللي انا اتولدت انسان جديد، والمفروض يكون بقى ده خلاص بداية جديدة بعد الحج. وبرضه بيفكر الحج دايما بعد الحج، هو انا حجتي مقبولة ولا مش مقبولة؟ في علامات للقبول للحج ولا لا؟ علامات لقبول هذه الطاعة الجميلة وهذه المناسك الجميلة اللي بتخلينا بنرجع بشخصية جديدة تماما. المفترض نكون عندنا مداومة على هذه الطاعات، والمداومة على الطاعة بمجهود وباجتهاد كبير جدا. المداومة على الطاعات مهم جدا، هنتكلم فيه مع حضراتكم النهاردة، وازاي ممكن كل واحد فينا يحاول بقدر الامكان يداوم على الطاعات، يجتهد وجهاد النفس، ويحاول بقدر الامكان يجاهد نفسه بقدر كبير جدا ان هو يكون عنده ورد يومي من القرآن، ورد يومي من الدعاء والمناجاة. طبعا عبادتك الصلاة، الصيام اللي انت تصوم صيام تطوع، برضو دي في ناس بتداوم على هذه الطاعة. من يداوم على قيام الليل دي مداومة اخرى برضو وليها حساب اخر. ولكن الحج تحديدا بقى بعد ولادة جديدة لإنسان جديد تماما، كيف يداوم على الطاعات، ده بشكل خاص جدا للحج وبشكل عام لينا كلنا. خلونا نرحب في فقرتنا الأولى النهاردة مع حضراتكم من نهارك سعيد بفضيلة الشيخ الدكتور عباس فتحي صالح من علماء الأزهر الشريف. مرحب بحضرتك، اهلا منورنا وسهلا ومشرفنا. ومرحبا، اهلا وسهلا. يعني كل واحد بيسمعنا دلوقتي اول ما يسمع الحج يا رب يكتب لنا الحج، ويا نعم. رب نكون من حجاج طبعا بيت الله الحرام. نعم. ودي امنياته. ولكن الحج بقى اللي ربنا كرمه واذن له ان هو يكون متواجد هناك، نعم. هو راجع بقى بامال جديده جدا، بافكار جديده جدا، بانسان جديد. ودايما بيفتكر فضيله الشيخ يقول هو انا حجتي مقبوله ولا لا؟ في علامات لقبول الحج ولقبول هذه الطاعه العظيمه. نعم. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى وبعد الرضا ودائما أبدا. اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت. لا تحرمنا يا ربنا منها أجر صلاة واحدة. ربنا اكتب لنا في المنام رؤيته، واكتب لنا في الدنيا زيارته، وبلغه يا ربنا منا الآن الشوق والحب والسلام. اللهم ارزقنا حسن الجوار له في الدنيا واقبضنا عليها يا رب، واجعل دفننا بجواره. اللهم إذا أمتنا فشفعه فينا، اسقنا من حوضه، اجمعنا به في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصل اللهم وسلم وبارك على آله وصحبه وسلم. هو دعاهم إلى زيارة بيته فلبوا دعوته مسرعين، وفارقوا لأجل وجهه الأهل والمال والبنين، تركوا من أجله أوطانا وأجابوا دعاءه لبيك اللهم مولانا. فكان الجزاء الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه، حتى قال إن الله غفر للحجاج، باهى بهم ملائكته، باهى بالملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. حتى سألوا رسول الله، وقال عمر يا رسول الله قد يجزي الله المظلوم برفعة في الجنة ويجبر خاطره فيرفع عن الحاج حتى مظالم العباد، وهي أصعب شيء. إن الله يغفر الذنب الذي بينك وبينه، لكن الذي بينك وبين الناس أمر صعب. فإذا بسيدنا النبي يسأل جبريل أن يسأل الله عز وجل، حتى رأوا البشر في وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله غفر لأهل عرفة ولأهل المشعر الحرام وضمن عنه متبعات، يعني أرض الخصوم. حتى قال عمر ألنا خاصة أو لنا ولمن أتى بعدنا؟ قال هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. ففرح عمر وقال كثر خير الله وطاب. لذا نقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يصخب رجع من حجه كيوم ولدته أمه. يعني إيه؟
يعني لماذا كيوم ولدته أمه؟ يعني ضمن عنهم التبع. حتى الخصومات الذي بينهم وبين العباد أرضى المظلومين لأجل هؤلاء الذين قصدوا وجهه من نفقة حلال ومن مال حلال، وجاءوا راجين رحمته فقبلهم وغفر لهم. علامة قبول هذا إن العبد يعلم أن الطاعة قبولها، وعلامة قبولها الطاعة بعدها. لذا كان من أثر الصالحين إنه لما يجي من الحج يظل مع ربه عز وجل، وكثير منهم من يختم له. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بعبد خيرا عسله. قالوا: ما عسله يا رسول الله؟ قال: يرزقه العمل الصالح ثم يقبضه عليه، فيكون ختم له بخاتمة السعادة والإيمان. ولذا نسأل الله تعالى أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة والإيمان. وندعو لكل الخلق: اللهم اجعلهم يا رب في العام القادم في حجاج بيتك الحرام، ومن الواقفين على عرفات الله، ومن زوار نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم امين. ليه دايما يا فضيلة الدكتور بنقول الحج؟ نعم. بعد رجوع من الحج يعني ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله يكون حج مقبول وطاعة مقبولة باذن الله. ان هو انسان جديد، لسه مولود جديد بصفحة جديدة تماما. نعم، لان الحج هو ختام فرائض الاسلام، لان الحج هو تمام النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال يهودي لعمر: نزلت عليكم معشر المسلمين آية لو كانت عندنا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فإذا بعمر يقول: والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله بعد عصر يوم الجمعة وهو بعرفة صلى الله عليه وسلم. فكمال الدين معناه ان الانسان يأتي من هناك يتم ويستمر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وسيدنا النبي كان إذا عمل عملا أثبته، وكان يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقيم الليل فترك قيام الليل. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا بالذي يريد أن يستمر في طريقه إلى الله حتى يختم له بخاتمة السعادة والإيمان يمضي على هذا. ولذلك اجتمع أصحاب رسول الله مع سيدنا عمر أن يجعلوا تاريخ الإسلام كله بعد الرجوع من الحج ليبدأ التاريخ الهجري، مع أن الهجرة ليس في هذا الشهر، لكنهم اجتمعوا على أن يبدأ التاريخ الهجري في هذا الوقت ليعلم جميع الخلق إن الراجع من الحج لابد وأن يهاجر مع انتهاء الهجرة. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر المعاصي والسيئات، ليخلد في تاريخ الأمم أن الهجرة هي بداية عهد جديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عهد يستمر فيه الراجع من الحج ليبدأ عاما جديدا كما مضى عامه على طاعة الله والثبات على طاعته. يبدأ عام جديد بالثبات على الطاعة، عملا بقول ربنا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال العلماء يعني عند استحضار الموت هيموت خلاص فيثبته، وعند سؤال الملكين في القبر يثبته. لذا قال علماؤنا:
الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا، فصلاة الله فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمين. امين يا رب العالمين. اكيد طبعا سنه سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام بعد الحج. نعم. واكيد يعني احنا مطلوب مننا دايما سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام هو القدوه العظيمه بالنسبه لنا. كل خطوه من خطواته هي طبعا طاعه، كل خطوه من خطواته هي دروس مستفاده. سنه سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام بعد الحج والمداومه على الطاعات كان شكلها ايه؟ المداومة على الطاعات جعلت سيدنا النبي إذا ترك عملا كالوتر مثلا كصلاة الليل لمرض أو لتعب أو غلبه نوم قضاه بالنهار، فصلى 12 ركعة في النهار. وكان إذا ترك الوتر علم الأمة أن تقضيه بالنهار. لماذا؟ لأن سيدنا النبي كان يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فكان صلى الله عليه وسلم يسأل ربه: اللهم إني نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. فالثبات على الأمر لما جاءه أحدهم يسأله صلى الله عليه وسلم أن يعظه أن يوصيه، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه الاستقامة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أن محبة الله لا تأتي أبدا إلا بقوله عز وجل في الحديث القدسي: أحب ما يتقرب به إلي عبدي ما افترضته عليه، فما زال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فإذا أحبه بالمداومة على فعل إيه؟ الفرائض ما افترضته عليه، ثم بالنوافل إذا أحبه قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فإذا بجبريل ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. فإذا به يأتي بعد الحج ليداوم على الطاعة، فيكون كما قال شيخنا الشعراوي رحمه الله: سلوك المسلم خير من قول 1000 خطيب على المنبر. هو الناس تعودت أن تراه، فإذا رأوه يمضي في الطريق علموا أن الصلاة قد اقتربت. إذا رأوه ذكروا الله عز وجل، فيستمر على هذه الطاعة حتى يستنير بنور الله. ربنا ينوره وينور قلبه وجوارحه ووجهه، حتى قالوا للحسن: يا حسن كنت أسمر اللون أسودة، فما لنا نراك وقد ابيض وجهك؟ قال: خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا حلة من نوره عز وجل. ولذا قالوا: ما لنا نرى قوام الليل أضوأ الناس وجوها. قالوا: لأنهم خلوا بالله في ظلمات الليل فكساهم حلة من نوره عز وجل. سيدنا النبي رأى ابن عمر ينام في البيت الحرام، قال: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقيم الليل فما ترك المداومة على قيام الليل قيام الليل بعدها طبعا، أبدا. والمداومة عليها يعني بقدر كبير جدا، والاجتهاد في المداومة على قيام الليل. الحج برضو دايما بتلاقيه بيفكر بعد الرجوع وخلاص بقت صفحة نقية، ربنا سبحانه وتعالى نعم. يعني رزقه بعلامات القبول والمداومة على الطاعات، ولكن هو عاوز يحافظ على هذه الصفحة نقية نعم. خالية من السيئات. ازاي ممكن يحافظ على هذا؟ يحافظ عليها بالاستعانة بالله، يستعن بالله كما أوصى النبي ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أن يداوم على دعاء الله عز وجل بأن يعينه. كان النبي يقول: يا معاذ إني أحبك في الله، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
أن يتخذ الصحبة الصالحة التي تعين على الخير. لا تصاحب إلا مؤمنا، هذا إذا نسيت الله ذكرك، وإذا ذكرت الله أعانك. كذلك من علامات الثبات على الطاعة قراءة سير الصالحين أحياء وأمواتا، مصاحبة الصالحين أمواتا بقراءة سيرهم، بأن ترى فلانا كان يصوم صياما عجيبا 40 سنة وبينه وبين الله لا يخبر أحدا، يجعل له خفاء من عمل، فهو يأتي فيتعلم من هذا أن يخفي عمله إن استطاع ذلك، وأن يجعل بينه وبين مولاه سر. يتعلم من هذا الإنفاق والصدقة في سبيل الله فينفق. يتعلم من هذا أنه ما كان يترك قيام الليل أبدا. يتعلم من آخر أنه كان يقول: ما أذن المؤذن منذ 50 سنة إلا وأنا في المسجد، فمن الأدب مع الله أن تأتيه قبل أن يناديك. فهو كالنحلة على جميع الأزهار وعلى جميع البساتين، يأخذ من هذا، من خير هذا ومن خير هذا ومن خير هذا، فهذا يثبته على الطاعة حتى يمضي إلى الله، فإذا جاءت ساعته كان من الصالحين وممن ختم الله تعالى لهم بختام السعادة والإيمان. وهو مع ذلك لا يحمل نفسه ما لا تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. كذلك النفس لها إقبال وإدبار كما قال ابن مسعود، فاجعل إقبالك إلى فرض وسنة، يعني يصلي الفرائض ويجتهد في النوافل، فإذا حصلت الفترة والضعف عنده أصبحت فترته إلى فريضة. لكنه لو كان في إقباله ما يصلي إلى الفرائض، فإذا حصل الضعف والفتور ماذا يصنع؟ هيترك الفرائض فهلك. فلا بد للمرء المسلم إن أراد الثبات على الطاعة لمولاه بين يدي ربه عز وجل إنه يحافظ على الفرائض ويجتهد في أداء النوافل، حتى إذا حصلت الفترة هذه ما يضيع. دايما كده فضيلة الشيخ هتلاقي حتى حجاج بيت الله الحرام، واللي اكيد طبعا ربنا سبحانه وتعالى اذن له بحج بيت الله الحرام، وده اذن عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى. لما يرجع في التعامل مع الناس الوضع بيختلف، حتى لو حصل منه اي شيء ولو كان بسيط هتلاقي رد فعل من شخص طبيعي جدا، وحد ممكن يكون بيرد عليه يقول له انت حجيت بيت الله الحرام، ازاي ممكن تتعامل كده؟ ازاي ممكن يعيد الحاج نظرته وسلوكه في التعامل مع الاخرين ويحسن هذا التعامل؟ لا بد وأن يعرف أن الله أكرمه، وأنه بعد إكرام الله له هو يعني كأنه يحمل، لما بنقول سفير النوايا الحسنة، سفير كذا، فهذا سفير من سفراء الله. ربنا أكرمه وأتم له وختم له ختام فرائض الإسلام. لابد أن يكون صورة سليمة معبرة عن رضا مولاه في التعامل مع خلق الله. فالذي يعامل الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يعامل الناس ولا يصبر على أذاهم. هو بسلوكه يقرب الناس إلى الله تعالى في التعامل، فقد اختلف في آدائه في تعاملاته، فالدين المعاملة عن كونه قبل الحج إلى ما بعد الحج. فهو بعد الحج إنسان آخر، الله في قلبه وفي عقله يوم القيامة الختام، فهو يعامل الناس لا من أجل دنيا، وإنما يعاملهم من أجل رضا مولاه، من أجل آخرة، من أجل أن يستمر على هذه الطاعة طائعا لمولاه، مستديما مقيما ثابتا على طاعة مولاه، حتى يختم له بخاتمة السعادة والإيمان. فأصبح إنسان آخر ما يكون هدفه الدنيا، لكن هدفه أن يملك هذه الدنيا لتكون وسيلة للآخرة.
أهم الطاعات في يوم الجمعة، ويوم الجمعة من الأيام المفضلة عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكن الاجتهاد في الطاعات بشكل عام في كل نعم. الأيام ده مهم جدا، نعم. والمداومة عليها مهم جدا، ولكن في أيام مفضلة زي يوم الجمعة مهم جدا إن احنا نجتهد فيها بالطاعات. نعم، وأعظم الأعمال أن نصلي على النبي صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم والسلام. في ليلة الجمعة وفي يومها، وأن نقرأ سورة الكهف، سواء قراءتها في يوم الجمعة، من قرأها جعل الله له نورا بين الجمعتين، أو الحديث الرواية الأخرى إنه من قرأها في أي وقت جعل الله تعالى له نورا بقراءتها. فأعظم الأعمال إن احنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نستغفر الله، نحافظ على أن نأتي المسجد فنغتسل ونتطيب ونلبس أجمل الثياب، ثم نأتي مبكرا، لأن الملائكة تجلس فتقيد الناس حسب البكور، والأجر على قدر البكور، فالناس تجتهد في هذا. وتعلم أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم لما سأله أبي كم أجعل لك من صلاتي، أجعل لك يعني ربعها؟ قال إن زدت فهو خير. النصف؟ قال إن زدت فهو خير. قال الثلثين؟ قال إن زدت فهو خير. قال إذا أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال إذا يكفك الله همك ويغفر لك ذنبك. وفي حديث أحمد لما سأله الرجل أرأيت إن جعلت لك صلاتي كلها يا رسول الله، قال إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك، فكل الهموم تزول بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا نقول للكل ولكل الخلق صلوا عليه وسلموا تسليما، فبها تنالوا جنة ونعيما. عليه أفضل الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ الدكتور عباس فتحي صالح من علماء الأزهر الشريف، بشكرك على وجودك معنا وجمعتك مباركة يا رب. ربنا يبارك فيكم ويرضيكم ويجعلها لله خالص. شكرا جزيلا على وجودك معنا. هنطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقتنا النهارده مع حضراتكم من نهارك سعيد.